احنا في كارثة. انا الطماع ولازم حد يوقف اللي بيحصل ده بأي طريقة. فرحي باظ وعربيتي ولعت، اتاخد مني تحبي واتاخدت مني تليفوناتي، بس انا رحت عملت محضر. بقى عندنا أزمة أخلاقية وتعفن فكري وبقينا مش واعيين زي الأول. يا جدعان حليم عم حليم لو قارنت شعبك بباقي الشعوب التانية فكريا فأنت مش موجود. ومفيش حوار ما بيننا يا جماعه، وعطويه عمي الكبير وحقك عليا يا عم. ومتأخر عنهم سنين ضوئية. المفروض كل راجل جدع من البلد ديت يوسع الطريق ويفتح السكه عشان تبقوا عارفين انتوا بوظتوا فرح الراجل. الناس اللي بتقول انا ما جبتش الشقه، انا ما عملتش، انا الناس اللي بتقول بيطلع ترند، انا مش محتاج ترند، انا رقم واحد هنا. أنا عارف إن ممكن الكلام يضايق فئة معينة بس دي حقيقة. يا جماعه انتوا مش ملاحظين ان العدد كان كبير قوي، ما يقاس ب 30-40 الف واحد؟